جدا بيتولى المهمه في وقت حتى لو عارف كل لعيب باسمه وادائه وامكانياته ومهاراته ومع المزيد من خبراته، لكن هو لسه داخل جديد. ايه المانشيت اللي ممكن تكتبه لها علاقه بالموضوع ده خاص بالكابتن حلمي طولان وهو داخل على مباراه قويه جدا ما بين الزمالك والاهلي والاهلي؟ ممكن اقول حاجات كتيره قوي، مش امتحان طبعا، بس طبعا بس انا ممكن اقول لحضرتك حاجه ضمن كده اللي يجيب في خلدك اللي انا اقول الزمالك يقدم كره اوروبيه والاهلي يفوز في اخر لحظه. كالعاده دارت العاده ان الزمالك بعد انتهاء المباراه ده بعد لا ده في ده انا مش عايز اقول لك ده بعد انتهاء المباراه في البدايه خالص هنقول ان الاهلي يرغب في الصداره والزمالك يقفز للنضاره. يعني بمعنى ايه؟ ان الاهلي عايز يكسب عشان يبقى في الصداره، والاهلي والزمالك عايز يكسب عشان يبقى عمل رقم جديد. لان مش عايز اقول للاسف دايما الزمالك حتى لو مستواه عالي قوي الاهلي بيكسب، مش عارف ليه. بيلعب كويس جدا جدا الزمالك، يعني السنه دي توب فورم. انا اعتقد الزمالك السنه دي انا عمري ما شفته كده. العلامه الكامله يمكن من الاسبوع ال10 او ال12 يعني بيكسب مباريات كتير قوي، لكن بتيجي في النهايه يعني عايز اقول ان الهابي اند النهايه السعيده ما بتحصلش. على الرغم ان الزمالك على فكره طول عمر الزمالك ما حدش يزعل مني مهاريا اعلى من الاهلي. اللعيبه فريد ضعفر، حسن شحاته، علي خليل، لعيبه فوق مستوى عالي جدا عشان كده مدرسه الفن فعلا مدرسه فن وهندسه. وده ما ينبعش واحترامي كل للقافله الحمراء والنادي الاهلي اكيد طبعا لها كل الاحترام والجماهيري وكل حاجه وليه قاعده كبيره، والكره في مصر اهلي وزمالك واقول الاسماعيلي كمان معاهم يعني فريق برضه كبير. ولا مؤخرا ده من الام بي والمقاولين كمان، المقاولين ده حقيقي محمد صلاح بازل السويسري عامل شغل مش ممكن يا استاذ وائل يمني. لكن محمد صلاح اللي انا حضرت عارف محمد صلاح بيقود خطوه يقول المنتخب المصري حلو صح افضل. عايز اقول مش هو يعتبر لعيب السوبر اللي جاب لنا نقط وجاب لنا اهداف فعلا، وبنتمنى كلنا بنقول يا رب لان فعلا الولد ده ربنا حفظه وخد تجارب من قبليه النجوم اللي قبليه اللي مشي ووصل في قمه وازاي ما قدرش يحافظ عليها. الولد ده هيبقى مكان تاني ان شاء الله باذن الله. عايز اقول حاجه بس كده نسيت اقولها بالنسبه لمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم جاله فريق اسمه فاسولي اليوناني ب 300 وصلوا العرض وصل ل 300,000 يورو، لكن هو العرض اللي هيتوافق عليه مجلس اداره اللي هو رومانيا والعقد اللي هو بتاع ملقا ده على فكره كان رابع دوري الاسباني السنه اللي فاتت، ولعب ابطال اوروبا وكان اتضخ فيه فلوس من مستثمر خليجي باقوى كتيره جدا، وحتى جاب خواكين جايبه من فالنسيا دافع فيه مش عايز اقول لك مبلغ خرافي فرق الدوري الاسباني 20 مليون 20 مليون. فطبعا اسبانيا اعلى بكتير. لكن انا برضه عايز افكرني اخويا الكابتن محمد بحاجه لطيفه جدا. انا عايز بس اشكره واشكر المخرج العبقري خالد ابراهيم، لان عمل رسائل ما جاتش فرصه ان احنا نشكره. عمل رسائل من تركيا بصراحه يعني ربنا يفتح عليه زي ما بنقول. رسائل مميزه جدا. وحتى انا ما كنتش متابع البحر المتوسط ولا كنت اعرف، بفتح على لايف سبورت كده فلقيت الصراحه عامل رسائل ما شاء الله. فانا برضو انا بحيي قناه النيل الرياضه والله العظيم يا استاذ وائل دي مش مجامله ليكم، انتوا بتشتغلوا مهنيه يعني. حتى القنوات التلفزيون المصري الرسمي في الاحداث اللي حصل اشتغل وغطى ده مهنيه. ساعات بيتوسط ده شويه صحيح عادي، ده شويه بياخد يعني ما ياخدش باله، لكن مهنيه دي اللي احنا بنتكلم عنها. قبل 25 يناير ما كانش فيه مهنيه، كان اي كلام بصراحه. بعد ثوره 25 يناير اللي احنا كلنا اتفقنا ان هي ثوره شريفه ومجيده معا، اعلاء قيمه وشان الانسان، احترام انسانيه الانسان وادميته. انا بقول ان التلفزيون المصري غير البوصله 360 درجه. يا رب تستمر بقى على الرغم تستمر مضغوطين على فكره. ما انا عارف ان كان في ضغط كبير جدا، لكن الموضوع في 30/6 بقى زي يعني جميل جدا زي الفل. اكيد طيب انا عايز اتكلم عن